تخيل انك تنام وتحلم حلم، وتصحى تلاقي انك مش الوحيد اللي حلمت الحلم ده، وان في ناس تانية حلموا بنفس الحلم معاك، نفس الاماكن، نفس الكوابيس ونفس التفاصيل. مرعب مش كده؟ الموضوع عامل زي فيلم انسبشن بالظبط. طب تعرف ان في دول عملت التجارب دي فعلا، وانها عاوزة تتحكم في النوم زي تجربة النوم الرئيسية اللي انا عملت عليه فيديو قبل كده؟ هسيبلك الرابط فوق. النهاردة هحكي لكم عن الموضوع ده، وايه اللي توصلت ليه التجارب السريرية، وليه التجارب دي بتتعمل في سرية تامة، وهل هدفها انها تخدم العلم ولا الموضوع واخد بعد تاني خالص. القصة بدأت في الثمانينيات، لما مجموعة من العلماء في اوروبا كانوا بيجروا تجارب على النوم الصناعي، والفكرة الأساسية انهم يخلوا شخص ينام فترة طويلة جدا عن طريق أجهزة بتتحكم في نشاط المخ، وده بهدف دراسة الدماغ في أعمق مراحل النوم. لكن مع الوقت العلماء لاحظوا حاجة غريبة. أكتر من متطوع لما صحوا من التجربة حكوا إنهم كانوا بيشوفوا نفس الحلم بنفس الترتيب، وكأن عقولهم متصلة ببعض جوه عالم الأحلام. الموضوع مش خيال علمي، الموضوع مرعب فعلا. المتطوعين قالوا إنهم كانوا بيشوفوا ممر طويل ضلمة، والممر ده مليان أبواب، وكل باب وراه حاجة غريبة. أول باب لما بيتفتح بنلاقي بحر أسود، وتاني باب لما بيتفتح بتلاقي مدينة مهدومة، وتالت باب فيه كائنات مش بشرية واقفة وبتبص عليهم. المخيف بقى ان كل واحد من المتطوعين وصف نفس التفاصيل، حتى الأماكن اللي مروا بيها والكوابيس اللي شافوها، لدرجة انهم اتفقوا على رموز معينة موجودة في الحلم، زي ساعة حائط بتدق 13 مرة بدل 12 مرة. وهنا بدأ العلماء يسألوا، هل الأحلام دي مجرد صدفة، ولا ده فعلا اتصال بين عقول الناس وعوالم تانية؟ في ناس بتشوف الأحلام على إنها نافذة لعوالم موازية أو أبعاد غير مادية، ولحد دلوقتي مفيش دليل علمي واضح بيقول إن الأحلام ممكن تنقلنا لأبعاد تانية. بس التجارب اللي اتعملت قالت إن العقل في الأحلام ممكن يخلق عوالم غريبة ومعقدة جدا. في ثقافات كتير بتقول إن الأحلام بتعبر عن رسائل من الغيب أو سفر الروح، وفي مذاهب صوفية وفلسفات شرقية بتقول إن أثناء النوم الروح بتتحرر مؤقتا من الجسم، وده بيسمح لها تزور عوالم تانية. وطبعا في نظرية بتتكلم عن الأكوان المتوازية أو الموازية، وإن الحلم ده بيكون انعكاس لنسخة تانية منك بس في بعد تاني. بعد تكرار التجارب ظهرت مشاكل مرعبة، زي إن بعض المتطوعين رفضوا يناموا تاني، وقالوا إنهم حاسين إن في حاجة بتطاردهم حتى وهم صاحيين. وفي ناس بدأت تسمع أصوات أو تشوف هلاوس وهم مفتحين عينهم. الأغرب إن في واحد من المتطوعين قال إنه قابل شخص مات من 10 سنين جوه الحلم، والشخص ده كان بيتكلم معاه بشكل طبيعي وكأن الموضوع حقيقي وإنه مماتش. في وثائق بتقول، بس هي غير مؤكدة، إن التجارب دي اتقفلت فجأة بعد ما حالتين من المتطوعين ماتوا وهم في حالة النوم الصناعي، والأجهزة أظهرت إن في نشاط كهربائي في المخ أكبر من الطبيعي بكتير، كأن عقولهم اتفتحت على بعد تاني. بعض العلماء بيقولوا إن الموضوع ده ظاهرة اسمها الحلم المشترك، وده ممكن يحصل أو نادر ما بيحصل بين أشخاص قريبين من بعض. في نظرية تانية قالت إن التجربة فتحت تردد عقلي جديد، يعني العقول تتواصل بس في بعد غير معروف. وفي اللي قال إن اللي حصل مش علم أصلا، ولكنها طقوس غامضة متغطية بلبس علمي، وإن الأحلام المشتركة دي ما هي إلا أبواب لعالم موازي، أو حتى مدخل لسيطرة كائنات غير بشرية، وإن البشر بيعملوا التجارب دي علشان يتواصلوا مع عوالم دي مش بهدف العلم أصلا. من أمثلة للحالات والتجارب الغريبة المرتبطة بالنوم تجربة الديجافو، ودي ناس بتقول إنها حلمت بمكان أو موقف بالتفصيل، وبعد فترة عاشوا نفس الموقف في الحقيقة، والبعض بيعتبروه إشارة وإن الحلم كان من بعد موازي أو مستقبل محتمل. الإسقاط النجمي، في ناس بتقول إنها تقدر تخرج من جسمها وهي نايمة وتتنقل في أماكن مختلفة أحيانا، وأحيانا بتشوف أماكن بعيدة أو أشخاص وتوصفهم بدقة، وفي اللي بيشوف إنها رحلة روح لعالم تاني. الأحلام المشتركة، وده ذكرناه بالتفصيل
في حلقة النهاردة، وإن في ناس بيحلموا بنفس الحلم مع بعض وبيتقابلوا في عالم الأحلام سوا. في قصص عن عوالم موازية، واتقال إن بعض الأشخاص قالوا إنهم شافوا في أحلامهم مدن وأماكن وتكنولوجيا مش موجودة في عالمنا، وفي اللي بيحكي إنه شاف نسخ تانية من نفسه عايشة حياة مختلفة. حالات الصحوة الغريبة، في ناس بيصحوا من حلم ولسه حاسين بمكان أو ريحة أو حتى أثر جسدي من اللي شافوه جوه الحلم، وده بيخليهم يصدقوا إنهم كانوا في مكان حقيقي مش مجرد خيال. الموضوع هيفضل لغز، هل فعلا في حاجة اسمها الأحلام المشتركة اللي ممكن تتحكم فيها الأجهزة وتوصلنا لعوالم تانية، ولا ده كله مجرد أوهام؟ من المؤكد إن الأحلام هتفضل أكتر حاجة غامضة في حياتنا، مكان ما بين الحياة والخيال، مكان ممكن يكون مجرد صورة من دماغنا أو بوابة لعالم تاني. هل لو عندك فرصة تدخل تجربة زي إنك تنام وتعيش حلم مشترك مع ناس تانية، هل هتجرب فعلا ولا لأ؟ ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك لو مش مشترك عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. مع السلامة.